السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نصاوب معكم لي زانشوا. كما كنعرفوا دابا في الصيف كيتحتاجوا بزاف ديال الاطباق، يعني نعملوهم في لا سالاد اولا نعملوهم في لي ساندويش ولا مع لي بات. صراحه الله كيجيو فنين. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. انا هذه الطريقه ديالي اللي كنعمل دائما. صراحه الله فيما كنلقى لي زانشوا موجودين يعني كنجيبهم، كنجيب الكميه كبيره وكنعملهم. اليوم عندي هنايا كيلو ديال الشطون او لي زانشوا، عندي كيلو مغسول ومنقي، حيت له داك السنسول ديالو، حيت له داك الشوك اللي كيكون على الجناب. يعني كما كتعرفوا يعني واخا كتنقيو كيبانوا يعني الشوك، خصنا نزيدو نحيدوه، يعني الا لقيناه كنحيدوه. ومن بعد عندي هنايا الملحه اساسيه والخل والزيت العود، هادو هما المكونات يعني يكونوا رئيسيين. وبالنسبه للمنسمات يعني كيبقاو اختياريين، عندنا الزيت العود والخل والملحه، هادو هما الاساسيين. واللي بغيتو في المنسمات كتعملوه، ولا ما بغيتوش ما كتعملوهمش. المهم عندي هنايا الزعتره طريه، عندي هنايا المعدلوس، عندي هنايا ازير، عندي هنايا الثومه، عندي غادي نزيد عليهم شويه ديال هاد السودانيات اللي كيكونوا على هاد الشكل هذا صغيورين، غير هايدا باش يعطيونا المذاق ديالهم. اختياريين، اللي بغى يزيدهم يزيدهم، اللي ما بغاش ما يزيدهمش. اللي بغى يزيد فيهم حتى الحبيبات ديال الابزار يزيدهم على هاد الشكل. صافي كنعمر البواطه ديالي كامله، كنبقى نستف كما شفتوا معايا، كنستف هاد مثلا هاد لو جون شوا وكلشي، وكنعمل فوق منهم داك العويده ديال الربيع وديال ازير وديال الزعتره كلشي على هاد الشكل هذا. صافي حتى ديك العريقات كنعملهم صافي، وكنسالي كلشي داك الثومه اللي عندي على هاد الشكل هذا صافي، وكنعمر عليها مزيان بالزيت والخل والملحه. صافي كنشدو عليها كنخليوها 6 سوايع 7 سوايع، ها هي واجده معنا. يعني ما كيتحتاجش يبقاو مده طويله، حيت كيف كنعرفوا الخل راه مجهد مع الملحه وكلشي. صافي راه كيطيب دغيا. صافي غادي نعمر عليه مزيان وكنحتفظوا فيه في الثلاجه عاديه. صافي على هذا الشكل. غادي نزيد له شويه ديال الابزار. يمكن لكم تستعملوا الابزار اللي كيكون مخلط اولا الابزار اللي كيكون بوحدو كحال اللي بغيتو، لا اللي متوفر. صافي وكنغطي عليه وكندخلو للثلاجه وكنخليه حتى غدا. غادي نفتح عليه وغادي نشوفوا الطريقه اولا الشلايض اللي غادي نستعملوا فيها. كما شفتوا معايا انا صوبت هنايا هاد لي زونشوا هادو صوبتهم البارح، واليوم غادي نكملوا معكم. كما كتشوفوا معايا انا غطيتهم وخليتهم ليله كامله يعني في الثلاجه عاديه. كما كتشوفوا معايا هنايا جاو يعني مغطيين، ما طلقوا لا ما لا والو، ها هما كيجيو على هذا الشكل هذا. اليوم غادي نقدم لكم انا غير كفكرات وصافي، وانتم يمكن لكم تعملوا بهم اللي بغيتو. يعني دابا راه معنا واجدين طايبين، يعني صافي يمكننا نعملوا بهم السندويشات اولا شليضات اولا اللي بغيتو كتعملوه. صراحه الله كيجيو فنين محمضين فنين. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وبسهوله. يعني الا بغيتوهم تروليوهم وتزينوا بهم شلاضه اولا الاطباق ديالكم ديال هكا ديال العرايد ولا شي حاجه، علاش لا. كما كتشوفوا معايا الا بغيتو ديروا فيهم هيدا على هذا الشكل هذا الزيتونه وكتزوقوهم يعني بحال الشكل اللي كنشريو من المحلات واجدين. حنايا راه شي حاجه كنصاوبوها يعني في الدار. صراحه الله كتجي غزاله على هذا الشكل هذا، ما يتحتاج لا كوردو لا حتى حاجه. كما كتشوفوا معايا كتجي متماسكه وشاده في راسها. يمكن لكم تزينوا بها هكا الاطباق ديالكم اولا الشليضات ديالكم اولا المقبلات للضيوف اولا لي بوفي اولا العرايد. صراحه الله كتجي شي حاجه توب يعني شي حاجه ما كتحشم ما والو. هذه جات كبيره شويه، كيجيو على هذا الشكل هذا. صراحه الله كيجيو فنين، كيجيو لا المذاق ولا المنظر ولا صراحه الله كيجيو فنين. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. انا هذه هي الطريقه اللي كنصاوب دائما وكيجيو صراحه الله كما كنقول لكم كيجيو فنين.
هكا في لي ساندويتش. الواحد الا كان مزروب اولا معطل وعنده مثلا مطيشه طريه في الدار، يمكن له يعملهم غير مع مطيشه على هذا الشكل هذا، ويعمل لهم شويه ديال اغوم. هذا الشكل هذا اغوم هذا كتعملوا له معي اغوم مع مطيشه. عرفتوا كيفاش كيجيو فنين محمضين، وهما بداك الخل وداك الملوحيه، ما كيحتاجش نزيدوا لهم الملحه اولا هكا شي حاجه اخرى ولا الخل. نزيدوا لهم معي خويه ديال زيت العود ومع اغوم. صراحه الله كتجي شي حاجه فنه شليده بارده دغيا دغيا عفوا كتجي ساهله ديال الدار دغيا. وكنزينوا بهم الاطباق ديالنا اللي بغينا كما قلت لكم. غادي نزيد هنايا واحد 4. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. كما شفتوا هنايا معايا كما شفتوا معايا هنايا يعني كيجيو ساهلين، وصراحه الله كيمكننا نعدلوا بهم عده اطباق كما قلت لكم. انا قدمتكم هنايا غير كفكره يعني هكا الشليضات او المقبلات. كنتمنى تعجبكم الطريقه، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.